مرحبا. اعتبر أن القرار 2797 يمثل أرضية قانونية وسياسية صلبة. بولس ملف الصحراء في مرحلة مفصلية والجزائر معنية بالمسار. كشف مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية عن ملامح تحرك أمريكي مكثف لإعادة بعث المسار الأممي الرامي إلى تسوية النزاع حول الصحراء، مؤكدة في الآن ذاته أن واشنطن ماضية في دعمها الواضح لسيادة المغرب على الصحراء مع التزامها بإطار الأمم المتحدة ومرجعيات مجلس الأمن. وخلال حواره مع قناة فرانس 24 وضع بولس تصريحه في سياق ما وصفه بالمرحلة المفصلية، مستندا إلى القرار الأممي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي اعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية ونجاعة لإنهاء نزاع طال أمده كثيرا. وأبرز بولس أن المقارنة الأمريكية الحالية تنطلق من هذا القرار باعتباره أرضية قانونية وسياسية صلبة، مشيرا إلى أن الاتصالات جارية مع الأطراف الأربعة المعنية، وهي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بهدف الدفع نحو تسوية سياسية دائمة برعاية الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالتحضيرات لجولة جديدة من المباحثات، أقر بولس بأن موعدها ومكان انعقادها لم يحسمها بعد، ما يعكس استمرار المشاورات التقنية والسياسية بين مختلف الأطراف، كما حرص على إبقاء تفاصيل الاتصالات بعيدة عن التداول الإعلامي، مؤكدا أن مضمون المفاوضات يظل من اختصاص المعنيين المباشرين بالنزاع. أما بشأن الجزائر فقد اختار المسؤول الأمريكي صيغة دقيقة ومتوازنة، إذ لم يصفها بعضو مراقب، لكنه شدد على كونها معنية بالمسار وتدعمه إلى جانب موريتانيا من دون الدخول في تفاصيل الأدوار، وهو التوصيف الذي ينسجم مع ما كان قد صرح به قبل أيام في مقابلة مع قناة DW الألمانية، حيث أوضح أن مثل القرار 2797 سمى الأطراف الأربعة المعنية، معتبرا أن كل جهة تتحمل مسؤولياتها وفق ما يوجبه القرار الأممي. وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عن احتضان العاصمة الإسبانية مدريد اجتماعا رفيع المستوى خصص لبحث مستجدات قضية الصحراء، وذلك بعد 3 أشهر من اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 لسنة 2025، حيث أفادت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان مقتضب بأن وفود رفيعة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة يسرت محادثات جمعت كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، تمحورت حول سبل تنفيذ القرار الأممي المذكور، بما يعزز الدفع بالمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة. ووفق ما أوردته وسائل الإعلام إسبانية، فقد شارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول المعنية إلى جانب ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، حيث أشارت المصادر ذاتها إلى أن النقاشات ركزت أساسا على مقترح إحداث لجنة فنية دائمة تضم ممثلين عن المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، تتولى مواصلة الاشتغال على تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها الرباط في أفق بلورة تصور عملي قابل للتنفيذ ضمن الإطار الأممي. بيانات إسرائيلية رسمية تكشف مشاركة جنسيات من الجزائر واليمن وتونس ولبنان وسوريا والعراق والأردن ضمن الجيش الإسرائيلي في العمليات العسكرية بغزة. كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجيش الإسرائيلي نشرت بناء على طلب حرية المعلومات
عن أرقام مثيرة للجدل تتعلق بهوية المقاتلين في صفوفه خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة. وأظهرت البيانات أن أكثر من 50,600 جندي يحملون جنسيات أجنبية بمعنى مزدوجة الجنسية شاركوا في العمليات العسكرية، من بينهم أفراد يحملون جنسيات دول عربية. ورغم أن الغالبية العظمى من الجنود مزدوجي الجنسية ينتمون لدول غربية، إلا أن القائمة تضمنت حضورا لافتا لجنسيات من دول عربية، حيث تصدرت القائمة العربية تونس ب15 جندي، اليمن ب14 جندي. كما سجلت البيانات وجود 6 جنود يحملون الجنسية الأردنية، و5 جنود يحملون الجنسية العراقية، و4 جنود من لبنان، و3 من سوريا، وجندي واحد من الجزائر، ظالمة أو مظلومة. ووفق المعطيات تظل الولايات المتحدة المصدر الأكبر للمقاتلين الأجانب في الجيش الإسرائيلي ب 13,342 جندي، تليها فرنسا ب 6,464 جندي، ثم روسيا وبريطانيا وألمانيا بأعداد تتراوح ما بين 2000 إلى 5000 جندي لكل دولة. أعربت المملكة المغربية ومملكة البحرين اليوم الاثنين بمدينة العيون عن عزمهما على تطوير تعاونهما المشترك في شتى المجالات. جاء ذلك بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية البحرينية برئاسة ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني. وبهذه المناسبة أشاد بوريطة بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص المملكة على إعطاء زخم أكبر لهذه العلاقات في شتى المجالات والدفع بها قدما إلى آفاق أرحب. كما استعرض بوريطة الإمكانات المتاحة التي يتمتع بها البلدان وأهمية الاستفادة منها واستثمارها على النحو الأمثل. من جانبه عبر وزير الخارجية البحريني عن اعتزازه بزيارة بلده الثاني المملكة المغربية، مؤكدا حرص مملكة البحرين على بحث كافة السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وتنويعه ليشمل مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين. وهمت المباحثات التي أجراها الوزيران بهذه المناسبة تقييم مسيرة التعاون الثنائي وسبل الارتقاء بها، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مسجلين بارتياح تطابق وجهات النظر بشأنها. 7 نواب أمريكيين يدعمون المقترح التشريعي لتصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي، آخرهم من حزب ترامب انضم بعد مفاوضات مدريد. وصل عدد النواب الداعمين لمقترح قانون تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي في الكونغرس الأمريكي إلى 7، آخرهم نائب عن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، والذي أضاف توقيعه بعد 3 أيام فقط من انتهاء جولة مدريد التفاوضية. ويظهر المسار التشريعي للمقترح المقدم إلى مجلس النواب بتاريخ 24 يونيو 2026 أنه موجود حاليا في لجنة الشؤون الخارجية، غير أنه يجمع تدريجيا رعاية أعضاء المجلس، ويتعلق الأمر ب1 ديمقراطي و5 جمهوريين، إضافة إلى واضعه النائب الجمهوري جو ويلسون. وأول من ينضم إلى قائمة رعاة المقترح كان هو النائب الديمقراطي جيمي بانيتا في اليوم نفسه الذي جرى فيه وضعه لدى الكونغرس. تلاه النواب الجمهوريون ماريو دياز بالارات في 18 سبتمبر، وجيفرسون شيريف في 8 أكتوبر،
وراندي فاين في 24 أكتوبر، ولانس جودن في 1 دجنبر 2025. آخر الملتحقين بقائمة رعاة المقترح التشريعي كان هو النائب الجمهوري بات هاريغان بتاريخ 13 فبراير 2026، أي بعد 3 أيام فقط من الجولة التفاوضية بين أطراف نزاع الصحراء يومي 9 و10 فبراير الجاري، والتي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية. واحتضنت السفارة الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد أولى جولات التفاوض حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية بشكل رسمي، وذلك بحضور وفود المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو الانفصالية. وحضر المحادثات أيضا مسعد بولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والعربية، ومايكل والتز السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ستيفان دي مستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وتحتفظ واشنطن بمقترح تصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي كورقة ضغط في حال ما لم تتجاوب الجبهة وخلفها الجزائر مع المسار التفاوضي الذي ينطلق من مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي وضعه وزير الخارجية ناصر بوريطة بشكل مفصل أمام أطراف النزاع. وقبل الشروع في المفاوضات، أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، في حين أكدت تمثيليتها لدى الأمم المتحدة إثر انطلاق محادثات مدريد على أن الهدف هو تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير. إلى اللقاء.